طبعا طبعا. اتفضلي. مساء الخير. مساء أنا عندي ابن عمره سنة، مم. وأنا صغيرة في السن، عمري 24 سنة، وعايزة أعرف كيف أربي ابني، وكيف يمكن يمر بمرحلة المراهقة مرور الكرام. وسؤال ثاني، كيف أتعامل معاه كأم وليس كشرطي. بس أنا خايفة عليه قوي، بس مم. كان في غربة وأنا وحدي هنا. اوكي تمام. شكرا ليك يا سؤال ناس. جميل قوي. حلو قوي كأم او شرطية. اه. عارف ان الكلمة دي عندنا اللي هي بنسميها اوفر بروتكتيف، الحامي الزيادة عن اللزوم. ودي على فكرة يا مدام ما هياش بس عشان انت ام لوحدك او انت في غربة او في كتير جدا بيبقوا في وسط اهلهم وفي وسط ناسهم، ولكن الحماية المفرطة اللي تطلع لي جيل مش عارف يتصرف، طلع لي فتى او فتاه مش عارف يتصرف في حاجه، ما يقدرش ياخد قرار. ده غير بقى انه اي حاجه بيعملها ده اذا سمحت انه يعمل، هو اي اوريدي ما بيعملش، هي بتتعمل له، فهنا ما عندوش الاقدام على فعل الشيء. وبعدين لو عمل غالبا بيعدل له عليها، فطالما بيعدل يبقى انا ما بعرفش اعمل، فده بيفقد ثقته بنفسه. فدي بتاثر عليه بعد كده في الجامعه، بتاثر عليه في حياته الزوجيه بعد كده، ان هو ما عندوش ثقه في نفسه. التربيه مش ممكن اقول لك في برنامج او في حلقه، او لان دي مراحل حياه مختلفه. اهم حاجه هو ان في كل مرحله تديله اللي محتاجه من غير ما يبقى بزياده او بمنع. لمجرد مثلا ان احنا نقول زي ايه، ان في مرحله معينه لازم اعلم الشاب انه ينتظر، يعني في سن 12 سنه 14 سنه التعلم الانتظار، ان مش كل حاجه تجيلك وقت ما انت عايز. للاسف الشديد في عائلات تقول لك لا ما احرمش ابني من حاجه، اللي يتمناه اجيبه له على طول، او ما يقدروش على رد فعله، فالنتيجه ايه، بيجيبوا له اللي هو عايزه في ساعتها. ده بعد شويه لما هيبتدي يكبر ويخش الجامعه هيكتشف ان هو ما عندوش القدره على احتمال اي ضغوط نفسيه، سواء الضغط النفسي ده كان امتحان، سواء الضغط ده كان ان الاستاذ قال له كلمه عنفه في حاجه، الضغط النفسي ده ان اعجب ببنته ما ردتش عليه بالاعجاب بنفس الاعجاب، فتلاقي ان هو يبتدي يلجا الى انه يروح للملذات اللي هي ممكن تغيب له وعيه عشان خاطر ما يواجهش بالرفض اللي قبله، ان هو مش قادر ياخد اللي هو عايزه في وقت ما عايز. حته ان انا اعود على الانتظار من الصغر دي بتفيد في الكبر، لان بتخليك تستحمل انك تشتغل، تستحمل انك انت تبقى في شويه ضغوط عليك لكن مع ذلك بتقدر تشتغل فيها. بتخلينا نستحمل حاجات كتير. لكن لو انا ما بقدرش استحمل يبقى هعمل ايه؟ ببساطه شديده ههرب. طب ههرب لفين؟ حاجه من الاثنين، يهرب من المكان، يهرب عقليتي من المكان وتواجدي النفسي من المكان. وده سر من احد اسرار ليه كتير من الشباب بيلجأ الى التعاطي عشان يهرب من ان هو يواجه.